جلالة الملك، بالنسبة للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وإسرائيل، إمتى ممكن نتوقع رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من مكاتب اتصال حاليا إلى سفارات مثلا؟ إمتى ممكن تبدأ رحلات طيران مباشرة بين الدار البيضاء كازابلانكا وبين تل أبيب؟ إمتى ممكن يتم توقيع اتفاقيات تجارية وأخرى بين البلدين؟ أولا مكاتب الاتصال ليست لها أي صفة دبلوماسية، ما عندهاش ستاتيو دبلوماتيك، وهذا هو المعترف به لا في اتفاقية لاهاي ولا في اتفاقية نيويورك. ولكن وقع المغرب، وضع المغرب وضع خاص، لأنه هو البلد العربي الوحيد اللي عنده جالية تفوق 600 ألف يهودي من أصل مغربي. وكما تعلمون القانون عندنا يقول أن الجنسية لا ينسلخ منها الإنسان، فبالنسبة لنا أولئك اليهود الذين من أصل مغربي لا زالوا مغاربة، ولا زالوا مغاربة لأسباب كثيرة، لا قانونيا فقط، ولكن لا زالت عندهم علاقة وطيدة عائلية دينية تجارية مع ذويهم وأقاربهم في المغرب. ولم نحبس قط أحدا عن زيارة إما قبر أبيه أو زيارة شقيق الله أو عم الله، بل كنا دائما فاتحين الأبواب للمغاربة، هذوك أعتبرهم أبنائي، ولو هم الآن قاطنين في إسرائيل. فصلة الرحم من أوجب الواجبات في الإسلام، ولم يكن أن أقطع الرحم بين هذا وذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلة الرحم، وأنا سليل النبي صلى الله عليه وسلم ورسولي وسيدي. فقلت لك الوضع المغربي بالنسبة للدول العربية الأخرى وضع خاص، لأن عندنا جالية مهمة، فكان من الواجب علينا أن نرعى مصالحها، لا على المستوى الدبلوماسي، ولكن في هذه المرحلة على مستوى مكاتب التمثيل.